سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الغاليين. النهاردة هنعمل مع بعض المنيو الأسبوعي. كده جمعت معاكم شوية أكلات حلوين كده وقلت نعملهم مع بعض. عشان حيرة كل يوم هنعمل غدا ايه، هنعمل أكل ايه النهاردة. فقلت كده ايه نشجع بعض. وهقول لكم على كام أكلة كده عملتهم قبل رمضان، جمعتهم يعني قبل رمضان. النهاردة هعمل طاجن بامية باللحمة. طبعا انا مش جايبه لك الاكله بالتفصيل، لو عايزاها تلاقيها في القناه. عملت تجليه عاديه وعملت عليها الباميه واللحمه. اللحمه دي سلقتها وبعد كده حطيتها في الطاجن مع الباميه يا بنات. بعد كده بسيبهم ياخدوا غلوه مع بعض كده على النار، بعد كده هحطهم جوه الفرن. وهنزل بعد كده هعمل معاهم رز محمر، وهعمل معاهم ملوخيه خضراء. هعمل معاهم رز حبة وحبة، وهعمل معاهم ملوخية خضراء وكمان لسان عصفور. الرز زي ما انتوا شايفين كده انا برضو حمرته حبة وحبة. مش بطيبه دلوقتي، بطيبه مثلا قبل الاكل بربع ساعة عشان يبقى سخن. هتشوفوا الاكل كامل معاكم. طريقة البامية سهلة يا بنات. زي ما تكون هتعملي طبيخ عادي خالص، تعملي البصلة كده، تحطي عليها الطماطم او الصلصة، تتسبك وتحطي تنزلي بالبامية. لو بامية فريش يبقى تسيبي الصلصة تتسبك. اما لو هي مفرزة عندك فهتنزلي عليها اول ما تغلي بس الصلصة قبل ما تتسبك، عشان تفك معاها البامية ويتسبكوا مع بعض. ده بعد ما غرفت الاكل زي ما انت شايفة، حطيت البامية في الفرن خدت وش كده، يعني حطيتها في الفرن من تحت الاول. بعد كده خدت اخر حاجة يعني كم 10 دقايق كده، كام دقيقة يعني في الفرن. وبعد كده حطيتها من فوق كده تحت الشبكة خدت وش. ده الرز حبة وحبة وملوخية خضراء ولسان عصفور وعيش بلدي وبألف هنا وشفا يا بنات. زي ما انتوا شايفين كده ده أول يوم معاكم. أنا همشي المنيو زي ما انت هتشوفي دلوقتي. يوم أكل حلو ويوم أكل شعبي. ده اليوم التاني، هنبدأ مع بعض. ده اليوم التاني يا بنات. عملت عدس بشعرية، وعملت بدنجان. ده العدس بشعرية. عملت بدنجان بالثوم. الثوم البدنجان ده زي ما بقول لك عاملاه بالثوم، حاطه له زي ما شفتوا معايا، زي ما انتوا شايفين كده. توم بهرسة الفلفل اللي انا عاملاها معاكم قبل كده. توم عليها هرسة الفلفل وشوية كمون وشوية خل، لو تحبي ليمون مكان الخل براحتك. زي ما انتوا شايفين كده حاشياه البهارات اللي انت تحبيها. انا حاطه كمون وكزبره وفلفل وشويه توم وشويه هريسه فلفل اللي انا عاملاها، والعدس، ومعاهم كمان الخضار ده جرجير وكرات. وبألف هنا وشفا. كده اليوم الشعبي معانا، وكان احلى اكل والله يا بنات، بيأكل عن اللحوم والفراخ كمان. الاكل الشعبي ده حلو خالص، بيأكل عن اكل اللحوم والكلام. بعد كده اليوم اللي بعده هنعمل مع بعض ده جلاش ده جلاش يا بنات. عملت صينية جلاش، دي لفة جلاش واحدة يا بنات، بس انا مش عاملاها طبقة عالية، فهي لفة واحدة. ودي فراخ عاملاها ببصل، عملتها معاكم كذا مرة. عاملاها ببصل وبحطها على النار من فوق الاول، كده بحطها في الفرن. وده زيتون. والفراخ عملتها معاكم كذا مرة بالتفصيل، تقدر تشوفيها على القناة. و... ودي مكرونة بشاميل، بس انا عاملة يعني مش عايزة اكتر كميات عشان ما تفتش. زي ما انت شايفه ده جلاش. كل صينيه الجلاش دي كلها يا بنات كنت عاملاها من ربع فرخه، ربع صدر يعني يعني ممكن تعمليها بربع كيلو بانيه يا بنات. الصينيه دي كلها عاملاها يعني يعتبر صدر واحد ناحيه واحده يا بنات، يعني اللي هو ايه يعني يعتبر ربع بانيه وعليه بصلتين كبار. عمل لي الصينيه دي كلها وبلفه جلاش واحده. وكمان المكرونه البشاميل كنت عاملاها كمان يا بنات بربع كبد وجوانص. اليوم اللي بعده يا بنات عملت رز حبة وحبة، وعملت سمك. عملت سمك مقلي وسلطة خضراء ومخلل. بقولك هنا انا اشتريت 2 كيلو سمك وكملهم لي بالحتة جرموط صغير، همسكه دلوقتي اوريهولك. بقولك بقولك ان السمك هنا حجمه صغير.
يعني مقدار كفة الايد كده، فحجمه صغير فمش غالي. وبقولك انا شايفة، بقولك قد كفة ايدي. ده الشبار يا بنات اللي ينفع للجلية او للشوية. بقولك حجمه صغير خالص قد كفة الايد، عشان كده انا سايباه بالزعانف بتاعته والشوك بتاعته عشان تمسكي كده بسهولة وتحوشي منه. في ناس كمان بتشويه بالمصارين بتاعته كده، بس انا منضفاه وغسلاه كويس وحايشه الجشر بتاعه مطلع البطن وجلياه تمام. ده الشبار اللي بيشوي او بيتجلي، بس مخليه الشوك ده عشان تنجيه كده منه. وده الجرموط كملت ال2 كيلو. برضو دي تعتبر برضو الى حد ما اكله موفره يا بنات، لان السمك كان سعره رخيص، يعني ان هو حجمه صغير. فدول 2 كيلو سمك. والرز كان في البيت من المشتريات اللي وريتها لكم اول الشهر. والسمك 2 كيلو كفى غدا وعشاء. فبرضو يعتبر اكله برضو موفره معانا. كنت حاشياه بهرسة الفلفل، ومعاها توم وكمون وكزبرة وفلفل اسود. مكتره لها طبعا التوم والكمون. وكنت حاشيه بهم السمك عشان يخلي طعم السمك حلو. وبرش على السمك من بره شويه ملح وفلفل اسود. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، قلت لكم برش على السمك ملح وفلفل اسود وشويه كركم. وبحط كمان او معلش يا بنات، الصوت قطع وانا بسجل لكم في السمك هنا، فالصوت قطع معاكم. عموما انتوا شفتوا كده المقطع بتاع السمك. سمك ورز، ومعاه زي ما قلت لك سلطه خضراء ومخلل. اليوم اللي بعده ان شاء الله هنعمل مع بعض القرنبيط وسلطه خضراء. وكمان هنحط جبنه قديمه بطماطم وزيت. القرنبيط انا بعمله بكذا طريقه يا بنات. احيانا بعمله بسلجه وبهرسه كده زي البطاطس مهروسه، واعمله جراس. احط له الخلطه بتاعته واهرسه واظبطه واحط له بيض وخضره وتمام، واعمله زي ايه، زي الجراس العجه كده واجليه. لكن المره دي عاملاه قطع على بعض، اللي هي قطع كده او زهره كبيره على بعض. زي ما انت شايفه كده سلجاه حتت. بعد كده بعمل له الخلطه بتاعته. اللي عباره عن خضره وتوم وبهارات وبيض ودقيق وشويه كركم. والبهارات اللي تفضليها، انا بحط كمون وكزبره وفلفل اسود اللي انت تفضليه. وهو بيتسلق بحط معاه شويه كمون كمان يا بنات، عشان انتوا عارفين عشان حلو يعني تحطي قولون عشان القولون. معلش يا بنت. حلو ان انت لازم تحطي مع القرنبيط والكرنب وهو بيتسلقوا، لازم تحطي معاهم كمون عشان ما يوجعوش القرنبيط والكرنب. بيوجعوا البطن والقولون وبيعملوا غازات وكده، فلازم تحطي معاهم في ميه السليق كمون. وزي ما انتوا شايفين كده عملت معاهم سلطه خضراء. واحلى اكل والله يا بنات، الاكل الشعبي ده بياكل ويشبع واكل حلو خالص. وهحط معاهم دلوقتي جبنه بقديمه بطماطم. اليوم اللي بعد كده برضه يا بنات يعتبر برضه شعبي شويه وموفر يعني. هو يعتبر اللي هو جرديحي ولا مش جرديحي يعني. انا كنت هعملهم كوكي بالاجنحه. دي الاجنحه كانت عندي اللي مجمعاها من الفراخ. فقلت ان هما وجبة الكوكي دي هتبقى قليلة ان انا اعمل كوكي مثلا ورز. مش هتبقى وجبة مشبعة لولادي وكده. فقلت ان انا اعمل لهم معاهم خضار كده منه طعمه حلو ويغذيهم، ومنه وجبة مشبعة. فعملت زي ما انت شايفة كده، عملت كوسة طبيخة عادي. وعملت معاها معلش يا بنت. وعملت معاها رز حبة وحبة. وعملت معاها الكوكي. وطريقة الكوكي دي هتلاقوها في القناة ان شاء الله، هعملها معاكم تاني. بس انا جايبه لكم الاكل وهو معمول على طول، ما صورتش الطريقة بس. طعمه حلو خالص يا بنات، والله يعني بأقل التكاليف. يعني دول مش مكملين نص كيلو. مش مكملين نص كيلو أجنحة. عملوا لي زي ما انت شايفة كده طبقين. وعملت معاهم كوسة طبيخ، وعملت رز حبة وحبة. وجبة مشبعة جدا وكفتنا يوم كامل. حلو خالص يا بنات ان احنا ايه ننوع لولادنا ونغير. وبألف هنا وشفا اللي شاف، وألف هنا وشفا اللي هياكل. اليوم اللي بعد كده دي فراخ مشوية. شويها في البيت عادي. وده رز بالخلطة، رز أصفر.
وكان في سبانخ من اليوم اللي قبلها، فبرضو سخنتها وحطيتها. بعد كده عملت لهم حاجة حلوة كده الولاد يحلوا بيها. كان عندي بطاطا، اللي هي اللي كانت تخينة خالص او وسط، شويتها، بقولك اللي كانت تخينة او وسط شويتها في الفرن على طول، اغسلها واحطها في الفرن تتشوي. لكن الرفيع اللي زي دي يا بنات لو اتحطت في الفرن عشان تتشوي بتنشف خالص وما بتبقاش حلوة. فانا بعملها بالطريقة دي عشان تبقى حلوة وما بتاخدش وقت ولا سوا كتير يعني. هو مج مية واحد يا بنات زي ما انت شايفة كده، انا غسلاها ورصاها في الحلة. وممكن تقطعيها حتت براحتك او تسيبها صاحية كده. وبحط عليها كام معلقة سكر زي ما انتوا شايفين كده. يعني حطيت لها مج مية واحد، وحطيت عليها شوية سكر كده براحتك على حسب ما انتي تحبيها. السكر ده في الاخر يا بنات بيكرمل كده، بيبقى زي العسل الابيض كده فوق البطاطا. واغطيها في الاول، اسيبها على نار عالية. بعد ما تبتدي تغلى، اول ما المية تبدأ تغلي كده يا بنات وتشكشك كده وبدأت تغلي، هروح اوطي عليها خالص، واسيبها على نار هادية كده زي الرز. 10 دقايق ربع ساعة يا بنات، وهتلاقوها طابت معاكم بقت زي الفل. هتعجبكم خالص، جربوها. هو مج مية واحد وشوية سكر. وفي الاول تسيبيها لغاية ما المية تغلي، وبعد كده تبدأ تطلع البخار بتاعها. بعد كده بتغطيها وتسيبيها توطي عليها وتخليها على نار هادية خالص زي الرز كده يا بنات. وتسيبيها لغاية ما تطيب. ما بتاخدش وقت وبتطلع مكرملة كده ومليانة. السكر ده بيعمل زي العسل كده يا بنات، فبتخليها ايه، تبقى مليانة عسل كده. تبقى طعمها حلو خالص، هتعجبكم وهتعجب ولادكم، وكمان مغذية وحاجة موفرة وبسيطة وفرحنا ولادنا بيها. اهو يا بنات بعد ما طابت، بقول لكم هنا ولادي ما كانوش صابرين، بياخدوا مني حواليا وبقول لهم استنوا اصور. فزي ما انتم شايفين، شايفين السكر بيلمع عليها كده زي العسل يا بنات، ومكرمله وطعمها حلو خالص. هتعجبكم، جربوها بالطريقه دي. كمان لو عندك منها بطاطا كبيره ممكن تعملها زي شرايح كده او دواير، وترصيها وتعمليها بنفس الطريقه، مج ميه وشويه سكر وتحطيها. شايفين يا بنات زبده وطريه وحلوه خالص، هتعجبكم. مش لازم يعني البطاطا الرفيع بس، لا، لو بطاطا كبيره زي ما بقولك اعمليها شرايح، وهتطلع معاكي حلوة بنفس الطريقة دي، وهتعجبكم. اتمنى تدعموني باشتراك ولايك ولو الفيديو عجبكم، ولو استفدت منه ولو بمعلومة واحدة اتمنى تدعموا القناة عشان تستمر بيكم وليكم. احنا داخلين على ايام كبيرة، وان شاء الله تبقى ايام خير ليا وليكم. اتمنى كده تشتركوا في قناتي.